السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا هوت اير جان من شركه كراون. هنستعرضه، هنقول على كل امكانياته. هقول لكم برضو على تعتبر ثالث حلقه من حلقات السلسله اللي كنا عاملينها عن المعدات. فلو انت مهتم بالموضوع يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. كالعاده تعالوا كده بينا نفتح الصندوق ونشوف كل حاجه. او الاول هوريكم العلبه شكلها ايه، بحيث ان انت لو عايز وانت بتشتريها طبعا يبقى عندك معلومه. وخلي بالك اوعى تستخدمه زي السشوار، اللي معاه شويه حاجات كده زي ما احنا شايفين. تعالوا بينا نبص برضو على الحاجات دي طبعا زي ما احنا شايفين دي كل محتويات العلبه، طبعا بالاضافه لمجموعه كده درجه الحراره. تختار درجة الحرارة، وزي ما قلت لكم بيوصل لدرجة حرارة قوية جدا. عندك طبعا طيب تعالوا نعمل كده التجربة دي مع بعض. ده الجهاز اهو، ده ترمومتر وده الحساس بتاعه، وهنجرب نشوف كده درجات الحرارة بتاعته تقدر توصل لكام. ده طبعا احنا لسه هنعمل على واحد الاول، نشوف واحد بلاش، لان طبعا لو عملنا على الحاجات العالية التانية درجة حرارته هتسيح البتاع ولا حاجة. وفي نهاية الحلقة يا ريت طبعا نكون فدناكم بمعلومة حتى ولو بسيطة. ما تنسوناش باللايك والشير، ولو انت أول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة. بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.